عمرك فكرت ان اللي معطلك مش قلة الشغل ولكن هي طريقة الشغل نفسها؟ كل يوم بتلاقي نفسك بتعيد نفس الكلام، بترد على نفس الأسئلة، وبتحاول تقنع كل عميل من الصفر كأنك لسه بادئ بالظبط، وتفضل تلف في نفس الدايرة اللي بتسحب من وقتك وطاقتك وشغلك ومجهودك. لكن تخيل بقى لو بدل المجهود ده اللي بيتكرر يبقى عندك سيستم مبيعي احترافي بيشتغل عنك بدون تدخل منك حتى وانت في البريك بتاعك. سيستم بيستقبل العميل، بيشرح له ويطمنه ويقوده خطوة بخطوة لحد ما ياخد قرار الشراء ويشتري منك، من غير ما انت ما تحتاج تتدخل في كل خطوة. ساعتها وقتك هيبقى لشغلك الإبداعي أو لعمل المحتوى بتاعك، ومهمة البيع هتبقى ماشية لوحدها، أو أنت هتتفرغ لتقديم الخدمة لعملائك. وده مش حلم، ده قوة السيستم الحقيقي اللي أنا جاي أقول لك عليه النهاردة. ودلوقتي هخليني أقول لك الأربع نقاط اللي بيشملهم السيستم، اللي لو فهمتهم كويس البيزنس بتاعك مش هيبقى زي قبل كده. لكن أولا قبل ما أقول لك الأربع نقاط، خليني أقول لك على شوية المشاكل اللي أنت فعلا بتعاني منها، وبيعاني منها أي مقدم خدمة سواء أونلاين أو أوفلاين، أو حتى مدرب أو عنده كورس. بيعاني منها بشكل كبير بدون السيستم ده. اولا بيكون عنده مشاكل كتير لا حصر لها. ثانيا ما بيقدرش بيتابع العملاء كلهم في وقت واحد. ثالثا المبيعات بتاعته بتبقى قليله جدا، وده لانه ما عندوش سيستم. خلينا دلوقتي نخش على الاربع نقاط الاساسيه اللي هتغير شكل البيزنس بتاعك. رقم واحد، مفيش عشوائيه. كل عميل له رحله واضحه ومحسوبه، وهنا اصل المشكله عند اغلب مقدمي الخدمات والكورسات والمدربين. يعني بدل ما تشتغل كل شيء بنفسك وتجري ورا كل عميل، السيستم بيبني للعميل رحلة كاملة، يعرفه منين، يدخل فين، يشوف ايه الاول، ايه اللي بعده، ويوصل للدفع ازاي، وازاي يشتري منك بشكل احترافي وبدون تدخل منك. ساعتها انت مش بتجري وراه، هو اللي بيتقدم ناحيتك بخطوات مدروسة. وبالتالي انت بتظهر قدام عميلك كشخص محترف ومنظم، مش حد شغال بعشوائية، وده بيفرق في الارباح والمبيعات بشكل كبير. رقم اتنين، انت مش مجرد بائع، انت خبير في مجالك امام عميلك، وده بيفرق في صورتك برضو قدام العميل بشكل ضخم. لما تكون انت بتبيع بالشيء بشكل مباشر، بيبان كأنك انت محتاج الصفقة، بيبان قدام العميل ان انت عايز تبيع وتحصل على فلوس وخلاص. لكن لما السيستم يشرح ويقدم قيمة ويرد على اسئلة حتى العميل قبل ما يسألها، ساعتها نظرة العميل ليك بتتغير اكتر من 180 درجة. مش هيشوفك حد عايز ياخد فلوسه وخلاص، هيشوفك حد خبير فاهم مشكلته وبيقدم حل محترم للمشكلة دي. وده بيفتح باب الثقة، والثقة هي اللي بتبيع بكل تأكيد. يعني بيفتح لك ثقة مع العميل، والثقة دي بتعمل لك مبيعات وأرباح، وبالتالي عملاء كلهم. تخيل انت لما يبقى عندك 1000 عميل داخلين في السيستم بتاعك، تخيل مبيعاتك وأرباحك هتكون عاملة ازاي. رقم ثلاثة، الشغل بيكبر من غير ما انت تتبهدل او تتعب. اكبر حلم لاي مقدم خدمة او كورس انه يكسب اكتر من غير ما يزود مجهود، وده اللي السيستم بيعمله حرفيا. بدل ما دخلك يفضل مربوط بعدد الساعات اللي بتتكلم فيها مع العملاء او بتتعامل فيها مع العملاء، السيستم في اللحظة دي بيقدر يخدم عشرات العملاء في نفس الوقت وفي نفس اللحظة. يعني توسع وشغل اكبر ودخل اعلى، ومن غير ما توصل لمرحلة الاحتراق او الضغط او المجهود اللي انت بتبذله. رقم أربعة، مفيش عميل منك بيضيع. كل ليد وله قيمة عندك. يعني ايه ليد؟ يعني عميل محتمل في القائمة البريدية بتاعتك، ودي من أكتر الحاجات اللي بتستنزف فلوسك فعلا. لأن في ليد أحيانا العميل لو ما سجلش عندك بيروح لمنافس تاني وبيشتري منه، وبالتالي أنت فرصتك في المنافسة بتضعف. لكن لو ليد عندك في القائمة البريدية وبيتعامل مع السيستم، السيستم هيجيبه لك لحد عندك، وفي يوم من الأيام هيحطك في دماغه ويشتري. كتير من العملاء المحتملين بيكونوا عايزين الخدمة بس مش جاهزين دلوقتي، وطبعا بينسحبوا من بالك وانت بتنساهم. لكن السيستم مش بينسى، بيتابعهم برسائل محسوبة، بيفكرهم، بيسخنهم لحد ما يجوا في اللحظة المناسبة ويشتروا منك. وبكده كل ليد تتحول لفرصة عندك، وكل فرصة ممكن تبقى فلوس في حسابك. ولو عندك سيستم مبيع محترف، انت مش بس بتبيع، انت بتبني بيزنس حقيقي ثابت ومحترم بيشتغل حتى وانت نايم او مشغول. اتمنى تكون الصورة وصلت وعرفت قد ايه هو السيستم بيساعدك في البيزنس الرقمي بتاعك او الخدمة بتاعك بشكل كبير. فعليا انت بدون سيستم انت تايه، مبيعاتك قليلة، وهتفضل في نفس المكان حتى لو استمريت عليه سنين كتير. فما توفرش وما تفكرش ان انت توفر علشان خاطر اقول انا اوفر شوية فلوس وما اعملش السيستم. بالعكس، اللي انت هتصرفه على السيستم ده هيكسبك عشرات الاضعاف اللي انت دفعته فيه. فاهتم بيه بشكل كبير قبل ما المنافس بتاعك يهتم بيه ويغطي عنك ويسحب كل العملاء ليه هو من عندك انت.
شكرا على المشاهدة، وما تنساش تعمل متابعة للقناة بتاعتنا علشان ننزل لك فيها بكل جديد، وده بيدعمنا بشكل مباشر وغير مباشر. ان شاء الله اشوفك فيديوهات جاية. السلام عليكم.